انت اللي مبسوطه انه هيكمل. لو ولدي ما كملش انا اللي ازعل منه. هتلر ده قلبه قاسي قوي، حرق قلوب ناس كتيره، وربنا بيسلط ابدان على ابدان، وزين ولدي بيطبق العدل، والعدل ده بيريح قلوب ناس كتيره قوي. ربنا يا فيروز كيف ما خلق الظلم خلق ناس جدعان زي جوزك يوقفوا في وش الظالم ويجيبوا حق الضعيف منه. انا والله ما شفت حد بيحب شغله ومؤمن بيه زي زين، بس انا خايفه عليه. يعني ايه يعني؟ اما لو كان دفع حاجه من جيبه كان عمل ايه؟ يعني انا عندي حق اني اسيب له البيت وامشي؟ طبعا عندك حق يا حبيبتي. يعني ايه راجل يقول لمراته يا انا يا السفر؟ طب انت قررتي انك تسافري، هيطلقك مثلا؟ بس انا بصراحه يا مامي صعبان عليا البنت قوي. يا حبيبتي ما تخافيش على زينه، انت امها وهي بنتك وهترجع لك في الاخر، بس انت لازم تحسسيه بالمسؤوليه شويه. طب يعني تفتكري ارجع؟ طبعا يا حبيبتي ترجعي، بس مش دلوقتي، تستني يومين ثلاثه، ولما ترجعي تتجاهليه، خليه يتمنى انه يشوف ضحكتك من اول وجديد. وانا بقى عليا ان يخليه اكتر حاجه يتمناها في الحياه انه ينول رضاكي. راجل انا ما همكش منه ودخلت فتشت البيت. تلاميذك يا باشا. الواد ده اكيد سافر بره البلد. اللي زي هتلر ده بفلوسه يعمل اي حاجه. انا مش مع حضرتك يا فندم، الواد ده لا هاجر ولا سافر ولا الكلام اللي هتلر قاله خالص. وايه اللي مخليك متاكد؟ الخوف اللي شفته في عينين ابوه. ما هو لازم يخاف، ابنه الوحيد ونقطه ضعفه. ما علشان كده انا متاكد انه سفره، عمره ما هيغامر بيه. يا فندم الواد ده جوه البلد وانا هثبت لك الكلام ده. سلمت ولدي في رقبتك. ولدك هو ولدي يا أمينة. اوعك تخليه يسلم روحه. مسعد لو جرى له حاجه جدرك هينقطع من الدنيا. والواد والدي صالح شكله نويه، وده ظابط مباحث، وتلاقيه محضر بدل الدليل 1000 دليل. كل اللي بتقوليه أنا عارفه. أنا مش هرمي مسعد في التهلكة. ما تخافيش يا أمينة، ما تخافيش. محدش هيدخل ولده قفص الثعالب بيده. عرفت مين بعت لي صوره على الفيسبوك؟ اكيد كلب من كلاب هتلر، بس اللي مش قادر افهمه يا فيروز، الصورة دي اتصورت ازاي وامتى؟ ويا ترى اللي صورها عايز يستخدمها في ايه تاني؟ ما هو اكيد ما صورهاش عشان يبعتها لمرتي بس. اللي ماما صالحه حكيتهولي عن هتلر ده ما يطمنش خالص، وانا بصراحه خايفه عليك منه. اللي زي ده اكيد مش هيواجهك، بس ممكن يحاول يأذيك فينا. اولا مرض زين الجنا وما ينفعش تخاف. ثانيا فيروز شعار وزارتنا النسر، وهتلر واللي زي دول تعابين ماشيه على الارض، ودور النسور اللي زينا هو ان احنا نصطاد التعابين دول ونحمي اهل الارض من شرهم. اطمني، مفيش تعبان بيغلب نسر. بكم البط؟ 80 جنيه عشانك 70 جنيه. يا ولية حرام، دي مش متزغطة، بصي خفيفة قد خدي خدي. هو ماله السوق النهارده ناشف وحاشف؟ سكينة، زين باشا عايزك. زين باشا؟ وعايزني ليه؟ يلا تجري قدامي. يلا. ايه؟ في ايه؟ ها؟ ازيك يا زين باشا؟ ازيك يا سكينة، عاملة ايه؟ بخير الحمد لله رب العالمين. هتلر مداري ولده فين يا سكينة؟ البضاعة دي فيها إيه؟ 4 جرونوف و12 اربوجيه و20 بندقية آلي و2 هاون. دي جاية منين؟ جاية من ليبيا يا ريس، وعاوزين يخلصوا منها بأي طريقة وبسعر متهاود يا ريس. اشتروا وخزن. ونخزنوها ليه؟ ما انطلوها على طول للجماعة بتوع سينا، ده هيتنشقوا على حتة سلاح. لا، اليومين دول مش عايز أي حاجة تطلع لأي حد. يعني ايه يا ريس؟ يعني العيون علينا يا حويط، مش بعيد يكونوا مراقبين. مش عايز كلام في تليفونات. بس كده حالنا هيوقف يا ريس. خليه يوقف،
لحد ما نحل قصة مسعد. امرك يا كبير. يا فندم اقتحام بيت هتلر مرة مش هيعدي بالساهل، ما بال سيادتك بمرتين. مرة زي مرتين. خلي بالك أنا نفسي زين ينجح في القضية دي عشان شكلنا ما يبقاش وحش. طب أنا عايز أفهم حاجة، هو ليه طالب تعزيزات أمن مركزي؟ الموضوع مش مستاهل ده كله. بصراحة بقى يا فندم سيادتك بتلبي له أمر عمال على بطال. بص يا زياد، انتوا ولادي يا زياد، ليكوا حقوق وعليكوا واجبات، وإن لبي طلب زين ده حقه. وخلي بالك أنا معجب بشجاعته وبجرأته، حد غيره كان ساب القضية تتقفل وريح دماغه. ايوه يا بيه، والله انا متاكده لو ما لقيتهوش في المكان اللي قلت لك عليه اعمل فيا اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تحبسني مع الرجاله. يا بيه ما فيش حد نفسه يجيب حق مريم زيي. يا بيه ده انا بكره سي مسعد ده، بكرهه قوي، ده بيعاملني ولا العبيد، وكان بيعامل مريم الله يرحمها معاملة الكلاب. يا بيه مكافئتي ايه على المعلومات دي؟ والله يا عمي ما قلت لها حاجه غيري انا السفريه دي. انا ما شفتش واحده بتقرر تسافر من غير ما تاخد اذن جوزها. لو انا غلطان قول لي يا عم. لا يا ابني، انت مش غلطان في حاجه. سابت بيتها وبنتها ما بتردش على تليفونها. الحقيقه انا ما عنديش علم بده كله. كل اللي عرفته ان والدتها قالت لي ان انتوا زعلانين مع بعض شويه وجايه هنا علشان تهدى. مين المفروض يهدى يا عم؟ المفروض انت يا ابني والله. يرضيك اني ما بقاش عارف عنها اي حاجه من ساعه ما مشيت؟ هو الاصول يا ابني حتى لو انتوا كنتوا متخانقين مع بعض انك تعرف ومن حقك هي رايحه فين وجايه منين. طب هي موجوده يا عم؟ خرجت ولسه ما رجعتش. تمام يا عم. استهدى بالله يا ابني وانا هظبط لك كل حاجه. انت عارف يا عمي ان هي ما سالتش على بنتها ولا مره واحده من ساعه ما مشيت. الحقيقه يا ابني انا مكسوف منك والله. اقول لك سيبني اتفاهم معاها واعرف هي عملت كده ليه. اتفاهم معاها براحتك يا عمي، بس اللي بيحصل ده غلط. ولا انا ولا اي راجل في مكاني هيرضى ان مراته تتصرف كده ويسكت. ايه يا زين؟ قالوا لك ان بيتي على ارضك وانا واضع يدي عليها ولا ايه؟ ايه اللي رجعك؟